ملف التجاوزات في العمل البلدي تختلف وتتعدد، من ذلك البناءات دون رخص والانتصاب العشوائي واحتلال الأرصفة. وحديثنا هنا نخص به بلدية مساكن من ولاية سوسة. تجاوزات عقارية بالجملة ترتكب وغياب لتطبيق القانون. تجاوزات وإخلالات في كل مكان، بناءات في مناطق خضراء، بناء دون ترخيص، قرارات هدم لم تنفذ، وعدم امتثال لأمثلة تراخيص البناء، واحتلال للأرصفة وانتصاب عشوائي. بلدية مساكن واحدة من البلديات التي عينا فيها جميع هذه التجاوزات. إذا كان البلدية هي المؤسسة اللي تشرف على حماية القانون وحماية المناطق الخضراء وحماية الأرصفة، هي نفسها تشرع وتبني في المناطق الخضراء والأرصفة، فهموني نحبوا نفهموا احنا وين عايشين، في بلاد المؤسسات ولا مش مؤسسات؟ مشكلتنا في النهجة ضية واعتداء أحد الأجوار على الطريق، في بدايته 7 متر في آخره ولا 4 متر. قدام المنزل نتاعي وقع تعبيد منحدر لإدخال سيارة من طرف جارتي، وبعد وقع تثبيت محبس بطول 2 متر على ارتفاع متر. السيد رئيس البلديه لامني قد مره قال لي ما عادش تجيني. عندي رفقه عندها 20 عام ساكنها لي البلديه، ما خلونيش نتمتع به. في 2008 اعطوني انا هما ما عادش حشتهم به، معناتها من الليسي مش يحولوها لي منطقه سكنيه. مشيت لهم تو سنه في البلان دي مانجمون نلقاها في كانت ليسي ردوها لي مدرسه، وهذه ورقه لهم ما عادش. جيت نكلم فيهم قالوا لي برا مشي ابني مدرسه ما يصيرش. قلت لهم ماني باش ندخل الحبس تو كان نحب نقسم ونبيع طريف ونخلص بها روحي، وبعدها شويه ما راني كان قال لك لا. البلديه هي ما باش تاخذ موقف مع جاري مخالف تماما للمثال اللي عمله الهندسيه نتاعو. المسؤول الأول على تطبيق القانون البلدي بالجهة أكد أن البلدية ستحرص على تطبيق القانون، وأن ما عرفته المنطقة من تجاوزات هي جملة تراكمات سنوات عديدة. هو هذا مش مشكل مساكن وحدها، هذا مشكل جمهورية كاملة. ما تنجمش تقضي على كل شيء 100%، لكن قاعدين إن شاء الله قاعدين نقدموا، وأكدنا وأعطينا توصيات جديدة باش نحاولوا قبل شهر رمضان نكونوا إذا ما نقولوش 100% لكن بنسبة 95% ينقص هالانتصاب وهالناس اللي موجود. الاكشاك ماهيش في مناطق خضراء، احنا الاكشاك احترمنا فيها جميع الاجراءات والتراتيب المعمول بها. مادام في مثال التهيئه فما منطقه اللي ديزينيه ولا بروجيتي منطقه خضراء، لا ينجم لا رئيس بلديه ولا مجلس بلدي يبدل لها صبغتها، يعني ما ينجمش يكسر قرار نتاع امر الا بامر. من اخر 2016 تولي يصيروا لجان لمراجعه مثال التهيئه. وحول مواجهتنا لرئيس بلديه المكان بجمله من الوثائق والمعطيات والصور تتعلق بتجاوزات لعقار على ملكه وبناء دون ترخيص وتحويل لمولد كهربائي من مكان إلى آخر وحجب الرؤية على جاره، كان الرد على النحو التالي: أنا في تقديري ما فماش إخلال، راهو جاري واللو ولا في دار بابا واللو نتاع جاري دو لو جملي، معناها هو السيد ما عندوش حق باش يحل بركون علياني، لكن هذا في إطار اتفاق صار بين الوالد وبين السيد، قالوا أنا ما عنديش فسادة دونك شنوخر عليك 3 متر ونحل بركون على حيطك. قالوا احنا جيران ما عندناش حتى قلق، تفضل اعمل حل كيما يساعدك. معناها بالحق زوبعه في فنجان. وكي لا يفيض الفنجان وجب تطبيق القانون حتى ولو على من يطبقه.